بيكم وكل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم. قوة العقل الباطن، تاريخ الفقهاء السبعة، الرضا والعودة للحياة بعد الإعاقة. كل حكاية ليها بطل في الماضي وليها مراية في واقعنا النهاردة. احنا مش جايين نحكي تاريخ، احنا جايين نشوف نفسنا فيهم. وأهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الصحابة. لو سألت أي دارس للشريعة أو التاريخ من هم أعمدة الفقه في المدينة المنورة، هيقول لك مصطلح مشهور جدا اسمه الفقهاء السبعة. دول السبعة الكبار اللي صاغوا فقه المدينة اللي احنا ماشيين عليه لحد النهاردة. واحد منهم كان بحر علم، وهو الراوي الأساسي لأحاديث السيدة عائشة. يعني ربع الدين اللي وصلنا عن طريق عائشة هو اللي نقله لينا. الرجل ده تعرض لاختبار يهد جبال، مش مجرد بتر رجل وموت ابن، لا، تفاصيل مرعبة. رفض البنج، رفض الخمر، وطلب ان الجراحة تتم وهو بيصلي علشان يفصل عقله عن جسمه. عملية جراحية كاملة بدون تخدير، المخدر الوحيد فيها كان تلاوة القرآن الكريم. النهاردة هنتكلم عن عميد الصابرين وعن قدرة العقل البشري لما يتصل بخالقه. فاصل وهرجع لكم تاني. عروة ابن الزبير، ابن حواري رسول الله، وابن ذات النطاقين. الدم الملكي للإيمان بيجري في عروقه. إزاي الفقيه العالم يطبق علمه في لحظة العجز؟ مين هو عروة؟ أبوه الزبير بن العوام، حواري الرسول صلى الله عليه وسلم. أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. خالته السيدة عائشة أم المؤمنين. يعني نشأ في بيت النبوة حرفيا. سافر دمشق لزيارة الخليفة الوليد بن عبد الملك، وهناك أصابته الآكلة في رجله اليسرى. الأطباء أجمعوا البتر فوراً وإلا الموت. الأطباء قالوا له فيما معناه نسقيك مرقدا أو مخدر. رفض وقال ما ظننت أن أحداً يؤمن بالله يشرب ما يغيب عقله. طب نربطك بالحبال علشان ما تتحركش من الألم؟ قال لهم جملة عجيبة قوي: أنا أكفيكم نفسي بالذكر، سيبوني أقرأ قرآن، ولما استغرق في الآيات اقطعوا. بدأ يقرأ لما وصل لحالة خشوع تام المنشار اشتغل في العظم. الرواة بيقولوا فيما معناه ما سمع له حس ولا نطق بكلمة حتى وصلوا للمفصل. اللحظة الأصعب كانت الكي. جابوا زيت مغلي ودلقوه على الجرح علشان النزيف يقف. هنا بس عروة أغمى عليه من صدمة الألم. مشهد توديع الطرف. لما فاق ولقى رجله المبتورة جنبه، مسكها وبسها وقال فيما معناه أما والذي حملني عليك إنه لا يعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط ولا إلى معصية قط. بيشهد رجله المقطوعة إنها كانت في طاعة الله. نيجي بقى للمصيبة المزدوجة. في نفس الليلة ابنه محمد، وكان أحب أولاده وأجملهم، وقع من سطح اسطبل الخيول فداسه حصان ومات فوراً. الخليفة الوليد بن عبد الملك كان محرج يدخل يعزيه، هيقول له إيه؟ رجلك ولا ابنك؟ لكن عروة سبقه بالحمد فيما معناه اللهم كان لي بنون 7 فأخذت واحدا وأبقيت 6، وكان لي أطراف 4 فأخذت واحدا وأبقيت 3، ولئن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت فلك الحمد. هل عروة اعتزل؟ هل قال أنا معاق وقعد في البيت؟ عروة رجع المدينة وكمل تدريس الفقه 10 سنين كمان. والعلماء كانوا بيقولوا فيما معناه كنا بنتعلم منه الصبر. عروة كان أكثر مما نتعلم منه فقه. تحول لأيقونة لأي حد عنده مصيبة في المدينة يروح يبص في وش عروة بن الزبير فيهدأ ويرضى. قصة عروة فيها أبعاد علمية ونفسية مهمة ل2026. أول حاجة بنتعلم منه قوة التدفق.
العلم الحديث بيكتشف إن المخ لما بيركز في حاجة بيحبها جدا زي عروة مع القرآن بيفرز مواد كيميائية بتسكن الألم وبتفصل الإنسان عن الواقع. الخشوع في الصلاة مش بس عبادة، ده شفاء وعلاج للألم النفسي والجسدي. جرب تفصل في الصلاة لما الدنيا تضغط عليك. تاني حاجة، الرصيد الإيماني. عروة صمد علشان عنده رصيد متربي في بيت أسماء والزبير. انت كمان محتاج تبني رصيد أذكار وورد قرآن وصحبة صالحة وانت في الرخاء، علشان لما تيجي الشدة تلاقي حاجة تسندك. الإعاقة كانت انطلاقة. عروة فضل عالم المدينة وهو برجل واحدة. قيمتك مش في جسمك، قيمتك في أثرك. لو فقدت شغلك أو صحتك أو فلوسك، ده مش معناه إن دورك في الحياة انتهى، ده معناه إن السيناريو اتغير، بس انت لسه البطل. عروة بن الزبير علمنا إن ما نبصش للي راح، نبص للي باقي ونستثمره. الرضا عملية حسابية، دايما النتيجة فيها لصالحك لو حسبت النعم صح. وسؤالي ليكم النهاردة، ايه النعمة الخفية اللي اكتشفت قيمتها في حياتك بعد ما مريت بأزمة صحية أو مادية؟ شاركنا تجربتك في الكومنتات. ولئن ابتليت فلا طالما عافيت. خلصت حكايتنا النهاردة، بس الأثر لسه هيبدأ معاكم، واستنوني بكرة مع بطل جديد ومعنى جديد وحكايتهم، لأن ببساطة حكايتهم هي حكايتنا. ورمضان كريم.